اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم عند عقارات وارض موجو. كما تنقولوا ديما جبنا لكم هذه الميزه اللي هي عباره عن هكتار ديال البلاد، هكتار وثلاثه ديال الخدامه، يعني هكتار و3000 متر بالبير ديالو. كما كتشوفوا الماء تبارك الله ما شاء الله. هذا البير هذا اللي كتشوفوا راه عاطيه للجار ديالو كيسقي به تقريبا 6 الهكتارات اللي عاطيه الجار ديالو كيفلح به. هو دار هذا العام غير فوراج، موالف كيدير بصله وبطاطا. هذا العام ما دار شيء. كما تنقولوا السيد كيبيع لي ظروف ما، لانه السيد عيان شي شويه الساعات ولا داكشي علاش انه اضطر انه يبيع. هاد الهكتار هذا كما كتشوفوا راه فيه قطار وثلاثه ديال الخدامه، يعني قطار و3000 متر بالبير ديالو. كما كتشوفوا الموتور السقا، كما داك الموتور تبارك الله ما شاء الله، كما تيقولوا ما تيسكتش ليل ونهار. عاطي كما قلت لكم لواحد السيد كيسقي به تقريبا 6 ديال الهكتارات، مفلحها بالبصله. دابا ان شاء الله غادي نصوروا حتى هي، غنحطوها لكم حتى هي كتباع. هاد الارض هادي للتذكير بان للناس بعدا كاين اللي مهتمه، راها عرشيه. باش الا عجبك الفيديو كمل معنا، ما عجبك شي بلا ما تضيع وقتك ووقتنا. هاد القطار هذا كما قلت لكم عرشي، الحد ديالو هو هذا. غادي ندور به ان شاء الله كامل القطار و3000 متر. هاد القطار و3000 متر راه عرشي، عقد به عن طريق المحامي. هاد السيد هذا هما ورثه، هو شاري حق البنت. هذا شاري حق البنت، يعني كيبيع معاك ويشري بالورقه ديال باش شراوها من عند البنت، بالكاليزاسيو، بالتنازل، بكل شيء كما كيقولوا بالتنازل، بالكونطرا. الانسان يسول على راسو كما تنقولوا. بعدا نذكروا بان الموقع ديالها راه جا في الجهه ديال الطريق ديال راس الماء، الطريق اللي كتخرج للجهه ديال طريق توجطات. من بن سوده ليه تقريبا غتكون واحد 7 ديال الكيلومتر هكاك، ولا 7 كيلومتر ونص. من بن سوده حتى من بن سوده حتى ليه تقريبا غيكون 8 كيلومتر. ما عنديش الصح بالضبط، ولكن انا قلت تقريبا غتكون 8 كيلومتر من بن سوده ليه. كما كتشوفوا قطار كما قلت لكم، فيه قطار و3000 متر. فيه السكنه. هو كيبيع غير قطار و3000 متر، ولكن اللي بغاه بالسكنه ديالو راه يبيع له بالسكنه. قطار مجهز بالكوتاكوت بالبير بكل شيء. داخل على القدرون تقريبا بواحد 3 كيلومتر باش داخل على القدرون، داخل البيست. بيست مزيانه تدخل الشتا وصيف. الهكتار ديالنا هو هذا، انا غادي ندور به ان شاء الله كله. بالنسبه للوريقات كما قلت لكم عرش يكتبها عن طريق المحامي بالتنازل باش بيعها له السيده اللي شاري منها. كما قلت لكم الراجل انه داير سكينه بنا سكنه في الحق ديال البنت اللي خدم منها وداك الشيء، ولكن الظروف ان الراجل عيان وكان داير واحد العمليه. داكشي علاش انه ما بقاش كيقد انه باش يجي لهاد الارض هادي. قال لك بيع لي، والانسان اللي بغى يجي ويشوف وديك الساعه غادي يشوف الظروف ديال داك السيد وغادي يحكم كما تنقولوا. باش ماشي كاين بعض شي وحدين في التعاليق تيقول لك لا واه حقه ما يمكنش يبيعوا، لا وهادي لا وهادي. حنا الا قلنا شي حاجه حنا ملتزمين بها. يعني الا قلت لكم الظروف راه ظروف. الانسان كما تنقولوا اللي خرج من الدنيا ما خرج من العقيبه، حتى يجي الانسان ويشوف ويلاقي مع مول الارض وديك الساعات يحكم. منين انه كما قال هذاك السيد اعيا داك الشاش انه قال لي عافاك الله يجازيك بخير، لما لا بالكش شاري لهذا الهكتار ها انت يبيع. كما قلت لكم راه فيه قطار و3000 متر. اللي بغاه هكا بوحديتو الثمن ديالو راه قاطع، هو تيقول ب 28 مليون ومازال يتقاد. قطار وثلاثه الخدامه ب 28 مليون ومازال يتعاوض. اللي بغاه بالسكنه يعني غيبيع لك بحال دابا قطار والسكنه وقدامها واحد 1000 متر تقريبا، بحال غيولي عندك قطار و4000 متر بالسكنه. السكنه راه ما جاياش حداه، راه بعيده. حنا غادي ندوروا ان شاء الله التليفون تما ديك الجهه وغادي تشوف. ومن الاحسن ان الانسان يجي ويزور كما تيقولوا الموقع ويشوف كل شيء على عينه. هانتوما الارضيه هادي راه كما قلت لكم راه زارحه غا فوراج، مجهزه بالكوتاكوت بالبير ديالها. كما قلت لكم راني غادي نحط واحد العقار ان شاء الله حتى هو معاه النيت، راه حداها في هذه المنطقه. النيت ديال اللي كيسمع بدوار السي قدور، هذا جا في دوار السي قدور. هانتوما راه مجهز بالكوتاكوت. بالنسبه كما قلت لكم اللي بغى حتى السكنه راه كاينه، حتى السكنه الا بغيتيها مرحبا. بغيتي غير قطار و3000 متر مرحبا، داكشي كيبقى الاختيار ديالك. الثمن 28 مليون قابل للتفاوض ان شاء الله. القطار ديالنا هو هذا انت كتشوف. اللي مهتم يتواصل معنا. وزينة السيما هو قدامنا راه تيبان. هذا الجوار ديالو، هذا الجيران ديالو.
هانتوما كما قلت لكم للناس اللي كتهتم، يعني الناس اللي عنده الغرض. ما اللي ما عنده غرض ما بلا ما كيما هذا كيدوز عاد التعاليق ويبقى بداك التعاليق الخاويه، لا حق عرشي لا راه الناس حتى شي واحد دابا ما بقى صغير ولا شي واحد عاد تجي انت ولا انا نشرح له شنو هو العرشي ولا شي حاجه، راه كلشي كيعرف كلشي بعقله. ماشي اللي كيشري راه عنده 7 سنين عاد تجي انت وتشرح له تقول له شنو هو العرشي وشنو هو التيتر وشنو هذا. راه عرشي الناس اللي مهتمه واللي ما مهتمش كما تنقولوا بلا ما يضيع وقته ونضيع وقتنا معاه ولا شي حاجه. هذا قطار وثلاثه خدامه عرشي، الثمن 28 مليون قابل للتفاوض. كنعطاه واحد الوقت عطاوه 22، انا جبت له الشاري ب 22 مليون وما بغاش يبيع. واحد الوقت ماشي دابا. دابا كما تيقولوا اللي عنده الغرض يجي ونديوه يشوف الارض ويشوف الموقع ويجلس مع مولاه والله يسخر له. هانتوما القطار هو هذا، انا داير به كامل غادي ندور به ان شاء الله. كما قلت لكم راه فيه قطار وثلاثه خدامه، واللي بغى بالسكنه راه كاين السكنه فيها تقريبا 70 متر و70 متر قدامها خاويه والكوري من التحت، يعني فيها كوري لتحت صغير والسكنه من الفوق و70 متر خاويه، يعني 70 متر مبنيه بسكنه وكوري و70 متر قدامها جردة خاويه. كما قلت لكم الناس اللي مهتمه، انا كنقول هاد الهضره نعاودها، الناس اللي مهتمه وعندها الغرض راها عرشيه كتابه عن طريق المحامي، يعني بالطريقه باش كاتب هو مع السيده اللي وارثه هاد الارض هذه من عند الاب ديالها وداك الشيء الله يرحم الجميع، حتى هو غيكتب معاك دايره معاه هي التنازل على حقوق ديالها كاملين، يعني في الماء في الضوء في كل شيء دايره له التنازل، في السكنه في كل شيء، في الممتلكات اللي شرا منها يعني شرا منها حقها كله، يعني دايره له التنازل. حتى اللي غيشري غيدير معاك التنازل كي دايره له هو، كما كنقولوا باش ما شرا هو غادي يبيع، يعني كلشي راه كونطرا. والناس راه كتعرف يعني كلشي راه الحمد لله ولا كيعرف كلشي، العرشي راه باين والتيتر راه باين، راك عارف. مادام غتشري قطار مثلا ب 25 مليون ولا ب 24 مليون راك عارف ما غتديش في التيتر. في التيتر راه اقل ثمن دابا القطار غتديه ب 50 ولا ب 55 مليون. في هذه المنطقه تنهضروا على المنطقه، خلينا من بلايص اخرين، راه كاين بلايص اخرين كاين القطار غير ب 10 ب 15 مليون ب 9 مليون القطار. ولمي تنهضروا حنا على هذه المنطقه هذه اللي قريبه لبنسوده كما قلت لكم في الجهه ديال ماشي الحاج قدور عفوا دوار السي قدور، راه كاين الحاج قدور جهاد مكناس وهذه راه غير دوار، هذا كيتسمى دوار السي قدور. مازال ان شاء الله نحطوا فيه واحد العقار واحد اخر. بالنسبه كما قلنا الموقع راه حنا هضرنا عليه. بالنسبه للناس اللي مهتمه يتواصلوا معنا كما تنقولوا ديما راه كنخليو الرقم ديالنا عبر الشاشه، واللي عنده الغرض يجي يزور المكان كما تنقولوا ويشوف على عينه، فهمتي؟ يعني الانسان يجي ويزور المكان. هانتوما السكنه هي ديك اللي كتبان صغيره حدا داك الكوري، حدا ديك السكنه الحمراء، السكنه ديال هاد السيد هذا هي اللي على اليمين راها كتبان صغيره، هي هذيك السكنه فيها فوقيه والسفلي راه فيها كوري. للناس اللي مهتمه راه كما قلت لكم الثمن باش قاطع هاد الهكتار وثلاثه خدامه ب 28 مليون. واللي عنده الغرض يجي يجلس معاه كما تنقولوا بغات السكنه والكوري ديالها وداك الشيء، يجي ويجلس كما تيقولوا يضرب على راسو. هذه هي الهضره اللي غنقول لكم. اما بالنسبه لي انا كوسيط ما يمكنليش انني نحدد لك الثمن او لا نقول لك راه يبيع لك بشي حاجه نقول لك يبيع لك ب8 ولا ب10. اللي عنده الغرض ومهتم يجي ويجلس مع مولاها والله يرزقه التيسير، واخا حتى بشي 6 المليون ولا 10 المليون، هذا هو الهضره. المهم هو قاطع واحد الهكتار وثلاثه الخدامه قاطعو تيقول فيه 28 مليون. كما قلت لكم راه انا اعوذ بالله قلت انا كنت جبت له الشاري ب 22 مليون هذا القطار وما بغاش يبيع في واحد الوقت، ولكن دابا داكشي الله اعلم تيبقى كما تيقولوا التفاهم ما بين الشاري والبايع. اللي عنده الغرض كما كنقول لكم ديما يجي ويشوف الارض ويتفاهم مع مولاها. ها هو مازال عندي واحد العرض اخر ان شاء الله غادي نحطو ديال واحد 3 قطارات ونص تقريبا، تكون فيها تقريبا واحد 400 ولا 500 الزيتون ولا ازيد من 500 الزيتون كتغل. ها هي هذه اللي قدامنا راه حتى هي غادي نحطوها ان شاء الله للبيع. كنا كما قلنا واحد الوقت حتى هي كنعطى فيها واحد السيد 20 مليون القطار وما تفاهموش. بالنسبه دابا كنهضروا على هاد القطار 3 خدامه هو هذا هو مزروع بالفوراج. اللي عنده الغرض يتواصل معنا عليه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.